يا صباح الخير، يا صباح العسل، يا صباح الفل، يا صباح يوم جديد، يا صباح روتين جديد، يا صباح مشرق بنور الله. احلى اخوات في الدنيا، ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويسترها معاكم دنيا واخره. قبل ما نخش على الفيديو بتاعنا كده بقى، اللايك والاشتراك والتعليق بتاعكم الحلو. اللايك يا جماعه ما بيفرقش معاكم في حاجه، وعشان بس الفيديو يرفع بس مش اكتر يعني. والتعليق برضو لو سمحت، يعني تعليق او اتنين، مش طماعين والله. عشان التعليق واللايك هو اللي بيرفع الفيديو، عشان يلف بس، عشان ينزلكوا كل جديد يعني وكده. انا وقت بعمل لكم اللبن اهوت، عشان اعرفكم اللبن بالشال ازاي. القشطه دي من على وش اللبن الرايب، بتلفي صبعك كده حوالين الطاجن، وتقومي ماسكه لماها في النص وشايلها بقى مع نفسك كده. كانت لسه سايحه، ما كانش لسه ربطت قوي. بوريكم بقى المطبخ. ام رحيم نظفت المطبخ وغسلت المواعين وستفته، وطبخت لنا كرشه. ما شاء الله، ربنا يبارك فيها يا رب ويسترها معاها دنيا واخره، ويسترها مع ولادكم جميعا. كنت انا بقى في المحل، وجت لقيتها بقى طبخه كرشه. بسم الله ما شاء الله. غسلتها الاول ونقعتها بليمون ودقيق طبعا وملح وحاجات من ديت، عشان لو فيها حاجه وحشه او الريحه. وتغسلها الاول غسيل نظيف جدا جدا، عشان الريحه بتاعتها طبعا زي الفل. هي بيضة زي الشمعة منورة اهي. والشوربة بتاعتها بسم الله ما شاء الله فله برضو. بنعملها بقى بشوربة، وبعد الشوربة بقى اللي عايز ياكل بشوربة بقى بنطلعها من الشوربة نحمرها و... وبنبقى نعمل ايه بدمعة. عملنا بقى شوية بدمعة وسيبنا شوية ايه بشربتهم كده. بنحمرها يعني بنحمر عشان عندنا ولادنا بيحبوها متحمرة يعني. وما تكون بقى تعملها بدمعة، بتقطعها بقى طرنشات صغيرة كده، حتت صغيرة على قد المعلقة، ما قد ما تتاكل يعني، عشان ولا حد يعك ايده ولا حاجة. ياكل بالمعلقة كده، يحط مثلا على الرز، او ياكل حاف بالمعلقة عادي، او اي حاجة يعني حسب ما هو عايز ياكل يعني. وقلت بقى نعمل حبة رحالة حلوين كده معاكم، زي ايام وامكم كده، وخير زمان كده يا جماعة. وكانت ام سامح بقى عن جايبه لنا فراخ، تشوي لنا فراخ. هنشوي فراخ بقى، هنعمل فراخ، هنفطر كلنا مع بعض يعني كده. هنشوي فراخ، كان في فراخ هنشويها، وكان فيه وكرشة، وعملنا بقى رحالة، وكان فطار زي العسل. تعالوا عشان تفطروا معانا يا جماعة، والله العظيم كان فطار جميل جدا. هو حاجة بسيطة خالص خالص، وحاجة سهلة، بس بسم الله ما شاء الله يعني. ربنا يبارك يا رب. دي سامح، ربنا يخليه يا رب ويبارك فيه. ادعوا له يا جماعة كده، اللي ربنا ينجحه ويسترها معاه دنيا وآخرة، ويفاديه في طريقه، ويبعد عنه ولاد الحرام، ويبعد عن ولادكم وولاد المسلمين جميعا يا رب. الحمد لله والشكر لله. ربنا يبارك فيه يا رب كده، ويطول في عمره لأمه ولأبوه يا رب. ويطول في عمر ولادكم ويسترها معاهم دنيا وآخرة. الله أمين. الحمد لله والشكر، نحمد ربنا على كل شيء والله العظيم. الله الحمد لله ربنا على كل شيء. كل ربنا يجيبه حلو والله. الحمد لله، ونحمد ربنا ونشكر فضله. الحمد لله. إيه بصوا يا جماعة، الرحالة دي بقى أنا كان نفسي أعملهم، اللي هو المطرحة اللي هي العارضة ديت، زي أيام زمان كده ما كنا بنخبزه أيام أمي كده، وأيام الخير كده. قلت مش هخبزه على المكنة، هخبزه كده. كان أكل بسيط خالص وحاجة سهلة وبسيطة. بس كانت اللمة بقى والقعدة، وكنا مع بعض يعني وكده. الحمد لله والشكر لله. أكل لما يبقى حلو يعني. كانت الأكل مبروك، وكنا ما شاء الله يعني اتلمينا كلنا وقعدنا كلنا والأكل قضى وفاضي. هو فيديو صغير وبسيط وبسيط كده يعني، مش طويل ولا في حاجات زايدة ولا كده. زي ما قلت لكم كده يا جماعة، أنا اتعودت معاكم اللي أنا على الصراحة، ما بكذبش عليكم. مش بقول لكم انا مثلا في قاعده في فندق 7 نجوم، ولا قاعده في سرايا، ولا قاعده في اي حاجه من ديت. انا قاعده في بلد ارياف، في بلد فلاحين، ناس على قد حالهم، ناس بسيطين خالص. قوت يوم بيومه، ما بنفكرش ببكره، واليوم بعدي اليوم بيومه كده. مش بنشغل بالنا ببكره، مش بنشغل بالنا بحد، ما ببصش لحد. ما ببصش لحد لابس احسن مني، ما ببصش لحد بياكل احسن مني. اللي ربنا قاسم لي بيه وراضي لي بيه، انا عايشه بيه. مش حاطه في دماغي اي حد تاني لابس احسن مني، او بيجيب لبس احسن مني، او
او بياكل احسن مني. ما حدش بياكل احسن من حد، ولا حد بيعيش احسن من حد. كل واحد ربنا محلل له عيشته، وربنا يحلل لكم عيشكم كده بالدنيا كلها. تحمد ربنا ان شاء الله ربنا هيجازيكي خير. احمد ربنا، قول الحمد لله على كل شيء، كل ربنا يجيبه لك حلو. ربنا بعت لي عيال صالحه، ربنا يبعت لك واد صالح، واد محترم، واد بيصلي الفرد في فرضه. لو انت ربنا عطيكي خير وعطيكي عيل فاسد، يبقى ملوش لازمه. الخير ده ملوش اي لازمه، لان الخير ده هو ربنا اللي بعته لك كل حاجه. بس ممكن يبعت لك عيل فاسد، عيل طايش، عيل مش يعني ربنا مش راضيكي فيه كده. لكن انت لو ربنا رضاكي في عيل ابن حلال، عيل بيشتغل معاك ماشي ما يرضي الله، بيصلي الفرض في فرضه، واد محترم، واد محافظ، واد ربنا راضيكي بيه، دي بالدنيا كلها، دي بمال الدنيا. والله العظيم دي بمال الدنيا. الفلوس مش كل حاجه، الفلوس مش كل حاجه. الفلوس السيره اللي حلوه بس، بكفايه كده. اما يقولوا ده هو ابن فلان، ده هو ابن فلان، بتتفخري بيه كده، بتفتخري بيه اللي انت ابنك. الناس بيقولوا ده واد محترم، واد مؤدب، واد ما بسيبش فرض ربنا، واد جايز ربنا يجازيه كل خير. ما حدش بيقول عليه كلمة وحشة. الكل اللي بيقول ما فيش بعد كده. ديت بالدنيا والله العظيم. ولا تقولي لي فلوس، ولا تقولي لي مال، ولا تقولي لي اي حاجة في الدنيا. دي كل حاجة، دي كل حاجة ربنا يبعت لك بس واد كويس صالح، متقي، ربنا راضيه. الحمد لله والشكر لله. وصلنا بقى عند الاكل اهوت يا جماعه. ادعوا يا جماعه كده لربنا يتقبل منكم كده الصيام، ويتقبل منكم الدعاء في الصيام دي، وربنا يجازيكم كل خير يا رب كده، ويسترها معاكم دنيا واخره. والفيديو بتاعنا خفيف وبسيط وسهل خالص وعادي خالص يعني. احنا بقى طبخنا شويه رز ابيض، شويه رز الحلوين، ورايحين بقى بتقلي في الكرشه وانا بغرف الرز. وعندنا يا ست ملقنت، وعملنا بقى طحينه، والفراخ المشويه، والرحال الحلو بتاعنا الجميل دي اللي معمول بلبن والقشطه ده، بسم الله ما شاء الله، وخضار. والحمد لله ربنا يجازيكم كل خير يا رب كده بالهنا والشفا، وكل ربنا يجيبه حلو ونعمه وفضل من عند ربنا. احنا بنحمد ربنا على كل شيء. تحمد ربنا تلاقيه زي ده وفايد عندك كمان، والله العظيم بجد. الحمد لله، نحمد ربنا يا جماعه. والله العظيم الاكل دي كان قليل خالص ما شاء الله اهو. انا كنت مسليه بيه. عملنا بقى طبقين سلطه حلوين، شويه عصير بقى للعيال كده، عشان العيال دي كلها صايمه اصلا يعني. وهناك ابو عبد الحكيم هو بياخد الحقنه بتاعه السكر، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. ادعوا له كده يا جماعه ان ربنا يشفيه من السكر ده. سكر وضغط يعني كده صعب وكتير والله العظيم بجد يعني. يلا الحمد لله، ربنا كله ربنا عايزه يكون. الحمد لله والشكر لله، حمدنا ربنا على كل شيء. عملنا بقى شويه الطحينه الحلوين، عملنا بقى الكرشه، طبقين السلطه، الفراخ المشويه، ربنا يجازيكم كل خير يا رب. والهنا والشفا يا رب. الكل ياكل، اي حد ياكل حاجه بالهنا والشفا، وربنا ما كان ما يسري يمري كده. واشوفكم في فيديو احلى واحلى، ومع السلامه. اسيبكم في رعايه الله.